واحد قال لي ما كانش منها، ما كانش منها يا اخو، ذاك اصطناعي يا اخو، الامم المتحده يا اخو. مشكلة معاكم. عارفين الموضوع اليوم راح نفصلوا فيه شوية ونشوفوا واش دارت كندا مع النظام الجزائري أيضا، مش باسكو كندا اليوم ماشي غيرت موقفها فقط من ملف الصحراء، مجرد تغريدة. المشكل جا بيان ماشي الصراحة. الشهر هذا افريل، شهر حطمت فيه ارقام قياسية في الشأن هذا تاع الصحراء وسحب الاعترافات بالجمهورية العربية الصحراوية التندوفية. لا 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 لا, لا. ارقام قياسية. كندا تكاكات، بصح ماشي تكاكات كما كنا حابين حنا، تكاكات في جهة واحدة أخرى. مع برك نضربوا طلع كالعادة، وتعرفوا لا يخلو الأمر من أننا لابد أننا نعمل إطلالة عند القناة المفضلة عند شوقي بن زهرة، اللي هي تقرير اللي بثه التلفزيون العمومي الجزائري في الساعة الأخيرة فقط. معليش خويا معليش. مساكن وتشريد المواطنين وسط جدل واسع حول ظروف الإخلاء وغياب بدائل تحفظ كرامة المتضررين. واقع يختزل اتساع الهوة بين سياسات المخزن وتطلعات المواطنين. تيكذبوا علينا، تيقولوا لنا ديروا الوثائق ديالكم وحطوها، ما كايناش استجابه، ما كايناش استجابه. اخر شي فريق انا مشيت ديت له فلوسي وش العماله، مشينا سولنا عليها قال لنا راه كاين عند القيد. مشينا عند القيد اش قال لي؟ ما عندي ما ندير لك انايا، سمعت من داري. دوكا حتى التوزيع التقسيم الاداري في المغرب، انا مؤخرا تعرفوا عدت اختصاصي في الشيء هذا، ما يطلع معي واحد نحكي له غير على العماله وكذا. منين انا تعلمت الشيء هذا كامل؟ من عند التلفزيون الجزائري. اليوم انا حتى التقسيم تاع الجهات نعرفه كل شيء في المغرب من عند التلفزيون العمومي الجزائري. لما نحكيو على العاميه المغرب القايد هذا المهم. تبعت من حوايجي، من هاد ولادي كيقراو، خرجوا بلا شكاير بلا عداوات، خرج انا ما كيسمع. نتوما عندي نتوما كتشوفوا فيا خوتي، ديروني خدكم، ديروني مويتكم. تكشف تقارير حقوقية عن ارتفاع مقلق في معدلات البطالة بالمغرب، حيث تجاوز عدد المسرحين من العمل في العامين الأخيرين 2,000,000 شخص لتبلغ كلش المعطيات تاع سوق العمل، القضية تاع الطرح. التلفزيون الجزائري راني من البارح وانا عقابكم وكتاش نشوفوا هذا الفيديو هذا، غير هذا عرضتو كل شيء، هزيتو لنا الفيديوهات كامل. اصبر وين راح ولا سوبريماوه؟ مشكل هادو الفيديوهات يتسوبريما من بعد نجيبو من بلاصه اخرى لازم على ما اظن. والله غير نحاوه باسكو لي بوبلياج جزائري. انا ننسى ساعات باللي كيبوبليو كينشروا جزائريين درك فيديوهات تاع المعاناه لازم تونغيستري في الدقيقه، باسكو من بعد يبداو الاتصالات والاعتقالات وكذا. ما شفناه البارح اصلا في البث المباشر تاع البارح تاع الترحيل هذاك في وهران. صبروا كارثه يجدك. التلفزيون الجزائري ماذا بينا برك راح ندير انا نداء للتلفزيون الجزائري باش يوجه الهوائي تاعو باتجاه الجزائر. مرة اخرى الثلج قادر يصب في باماكو وما يدورش التلفزيون الجزائري الهوائي تاعو باتجاه الجزائر. المروك. راني نشوف في واحد ما نقدرش انا دوك نبلوكي. حاولوا تفاعلوا مع البث قدر المستطاع. راكم تعرفوا هادو الايامات راهم جيوش من انصار النظام ومن الذباب الالكتروني. من نهار صارت الحادثه تاع البليده هذيك تبليغات يجدك ارقام قياسيه اسطوريه في عدد التبليغات، سي انكرويابل. ودرك نحكي لكم واحد القصه. دوكا كيما جابوني لا بالتهديدات لا بالقمع لا بكذا، دوكا راحوا الوسيله واحده اخرى معايا انا. دوك نشوفوا فيما بعد قبل ما نفتحوا المجال. اصبر تشوف
مانيش لاقي مع الموضوع اليوم. اصبروا راني نحوس فقط، امور متسارعه، جي با يو الطون. الوغ وين راحت؟ ونبدأ بهذا الخبر جوهر، حيث أعلنت كندا عن اعترافها بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ صدر اليوم بأوتاوا عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا إنديراناند. انا هذه اللي ما تعجبنيش صراحه. دوك انتوما هذا بوريطه هذا ولا باتصالات هاتفيه مع احتراماتنا ليه، ولا باتصالات هاتفيه يقدر كيفاش يقولوا المغاربه يلم الغرض، ولا يقضي الغرض. انا قاعد نتعلم في العاميه هذه، سمعتها في التلفزيون العمومي الجزائري. انا والله صح راني نتعلم في العاميه الجزائريه من لو ان تي في. اتصال هاتفي سي بون تريقلت لافير. واش مغربيه؟ انا راح ديما لقاء وزياره وكيروزان في الطائره وكذا. درك سي بون الطياره ما قلعتش. اتصال هاتفي، كندا تغير موقفها من الملف تاع الصحراء. ساكوب وين؟ يكذبوا عليا ولا ساكوب صح؟ دوك انتوما مدايرين فيا. لا والله غير كانوا يكتبوا ساكوب. وشكون هادو اللي يكتبوا ساكوب؟ انصار النظام حشموا على رواحكم. واش بيكم هادو الايامات؟ واش راني مداير لكم؟ خليونا نهضروا صاحبي. وعلاش انا اللي اتصلت بوزيرة الخارجية الكندية، راه وزير الخارجية المغربي يروحوا يسبوا في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المغربية.